السلام عليكم ورحمة الله وبركاته، أهلا بكم. خلصت الجولة الأولى من دوري أبطال أفريقيا. طبعا منتخباتنا العربية كلها لعبت، منتخب الجزائر، منتخب مصر، منتخب تونس، منتخب ناميبيا، وأخيرا منتخب المغرب. طبعا النتائج ما كانتش مبشرة تماما للمنتخبات العربية. من 5 مباريات ما قدرناش إن احنا غير نعمل 2 تعادل، كانوا من نصيب مصر والجزائر. والفرقة الوحيدة اللي قدرت تنتصر كانت هي الفرقة المنتخب المغربي. المنتخب التونسي اتهزم بهزيمة غريبة جدا قدام ناميبيا. طبعا الجولة الأولى خلصت بنتائج غريبة جدا ومفاجآت. مفاجآت في النتيجة والأداء واللعب والروح. طبعا كل ده حصل في أقل من 5 6 أيام. في الفيديو ده هنعرف ايه اللي حصل مع منتخباتنا الأفريقية. هقسم لك الفيديو تحت كل منتخب لوحده. لو عايز تتفرج على الفيديو كله انت منورنا، لو عايز تتفرج على منتخب معينه انت تشرفنا وموجود تحت. هنبدأ بس من المنتخب التونسي. طبعا المنتخب التونسي انا مستغرب اللي بيحصل مع منتخب تونس. منتخب تونس كأسماء، كفرقة، كسكواد، فرق لعيبة كلها خبرة بتلعب في فرق قوية جدا. يوسف المساكني، محمد علي بن رمضان، علي معلول. فرقة كلها خبرة بقالها سنين بتلعب مع بعض، بس مفيش تجديد في المنتخب التونسي. هو نفس الأسماء اللي بتلعب في المنتخب التونسي من 10 سنين هي. مفيش مواهب جديدة، مفيش وجوه. طبعا المنتخب التونسي ظهر بوجه شاحب تماما في ماتش ناميبيا. طبعا ده أول انتصار لناميبيا في تاريخها أصلا في أفريقيا يحصل على المنتخب التونسي. منتخب كان مرشح، منتخب قوي جدا، في أسامي كبيرة جدا. بس في النهاية النتيجة كانت 0-1 لمنتخب ناميبيا. المنتخب التونسي قدامه ماتش صعب جدا قدام مالي. طبعا مالي عقدة تونس، التوأم الملتصق بالنسبة لهم. لعبوا مع بعض كمية مطوشة كتيرة جدا. كان دايما بيبقى في متوشة كده ومتوشة كده، بس بتبقى مباراة صعبة. تونس ما عندهاش مجال تاني غير الانتصار عشان تتأهل. مفيش أي مجالات تانية. لو احنا اتكلمنا عن تشكيل تونس: الخنيسي، المساكني، عاشوري، بن سليمان، السخيري، بن رمضان، كشريدة، مرياح، الطائي، معلول، بن سعيد. أسامي كلها قوية بتلعب في فرق قوية جدا. بس أنا شايف إنه جلال القدري مش على قدر التطلعات بتاعت الجمهور التونسي. الجمهور التونسي عاشق لكرة القدم، جمهور بيحب الكورة، بالنسبة له الكورة هي حياة. جلال القادر مش على قد الموهبة او مش قد ان هو يقدر يقود منتخب زي منتخب تونس. منتخب تونس مفروض ان هو اداؤه يبقى اقوى من كده. اللعيبة في الملعب ما كانتش بالقوة والحزم اللي مطلوب منهم. اضاعوا 3 نقط مهمين جدا في سكتهم، اضاعوا انتصار كان مهم بالنسبة لهم. فمنتخب تونس قدامه مواجهة مالي يقدر ان هو ينتصر فيها ويقدر ان هو يرجع لنفسه الامل. بالنسبة للمنتخب الجزائري: المنتخب الجزائري كأسامي يعتبر هو من اتقل الاسامي اللي موجودة في كأس افريقيا 2024. يعني لو احنا اتكلمنا المغرب، السنغال، الجزائر، دول من اقوى 3 سكوادات موجودين. بس برضو انت بتلاقي انه الفرقة بتنزل الشوط الاول بأداء قوي جدا، بروح، بعزيمة. إيه، جمال بن ماضي. في هنا بقى الجزئية اللي كسر الحديث عنها: فكرة رياض محرز ومحمد صلاح. هل رياض محرز ومحمد صلاح ما بيتبدلوش؟ يعني احنا الأكيد اللي تابع ماتش مصر وموزمبيق، اللي تابع ماتش الجزائر تنزانيا، اكيد شافوا وكان واضح جدا قدامه، او انت الجزائر وانجولا، واضح جدا انه محمد صلاح ورياض محرز ما كانوش في افضل حالتهم. يعني انا حابب اتكلم عن المنتخبين لان الاتنين ظروفهم مشابهه. الاتنين بدأوا الماتش بدايه قويه جدا، كانوا مسيطرين على اللعب، قدروا ان هم يسجلوا هدف التقدم. بالنسبه للجزائر بغداد بنجاح، مهاجم قوي جدا، قدر ان هو يجيب جون جميل، وفي جون تاني اتلغاله كان هيفرق جدا مع المنتخب الجزائري. مع الشوط التاني الفرقه وقعت بدنيا بطريقة صعبة جدا. اه، في رطوبة، جو حر، الدنيا في افريقيا صعبة، في غرب افريقيا المباراة ما بتبقاش بالصورة دي. اللاعب الافريقي متعود على الاجواء دي، اللاعب الشمال افريقي صعبة بالنسبة له. بس دي الخبرات دي، ازاي ان انت توفر جهدك. فالسؤال هنا: جمال بن ماضي اكيد شايف انه رياض محرز ما كانش في افضل حالاته. رياض محرز كان بيلعب في مركزه، كان مش موجود، مس باص كتير جدا. رغم كده رياض محرز لما بصينا على تبديلات جمال بالماضي مرضاش يطلع رياض محرز وخلاه في الملعب. وهنا السؤال: هل رياض محرز ومحمد صلاح ما ينفعش تبدله؟ مفيش حد اكبر من المنتخب.
اي حد وحش لازم يتبدل. بس انت بتبصلها من وجهة نظر المدرب، ان انا النهاردة عندي لعيب زي رياض محرز بخبراته بمهارته بقوته، ممكن في اي لحظة تسديدة، ممكن اوفر، ممكن فاول، ممكن اي كورة منه تشكل خطورة. وهنا لو انت بدلته هتبقى بقى قعدات الاعلام الرياضي بتتكلم، هل انت مع خروج رياض محرز، هل انت مع خروج محمد صلاح، طب كان صلاح يتبدل. هتعمل شقاق. يعني هو جمال في الماضي وفيتوريا هم في حل منه، هم مش عاوزين يحطوا نفسهم في شقاق ومشاكل، كفاية النتيجة كفاية الأداء. فأنا مش هحط نفسي في موقف جديد وإن أنا أعمل نفسي مشاكل، خصوصا إنه اللعيبة الكبيرة دي بيبقى ليها ظهير إعلامي كبير، فهو مش هيحط نفسه في موقف زي ده. طب هل هم يتبدلوا؟ بصراحة يعني أنا شايف إن أنت لعيب خبرة زي ده أنت محتاجه في الملعب. أنت لو بدلت رياض محرز هتبقى الموضوع صعب، أنت خصوصا إنه رياض محرز قائد في المنتخب الجزائري، فالفرقة بالنسبة له أو بالنسبة للفرقة هو يعني القائد، فما ينفعش الصورة بتاعته تتهز. بس في نفس الوقت في اوقات انت لازم توصل للنجم بتاع الفرقة ان انا لازم ابدلك. يعني احنا لو بصينا ادم والناس لما نزل ما كان يوسف البلايلي، ويوسف البلايلي هو افضل لاعب كان في منتخب الجزائر في الشوط الاول. ادم والناس لعب في مكان مش في مكانه عشان رياض محرز يلعب في مكانه. فانت لقيت انه المنتخب كله اتفصل عشان يبقى رياض محرز موجود بيلعب. ورغم كده انه اداء رياض محرز والضغط اللي كان عليه ما اسعفوش ان هو يعمل الفارق او يقدر يصنع الانتصار للمنتخب الجزائري. طب المنتخب الجزائري يقدر ان هو يتأهل؟ طبعا يقدر. عنده ماتش جاي قدام بوركينا فاسو. بوركينا فاسو فرقة قوية منظمة، من أكتر الفرق المنظمة وثابتة في التشكيلة في أفريقيا خلال السنين اللي فاتت، بتأدي أداء كويس جدا. بس المنتخب الجزائري بخبرات لاعبه وقدراته يقدر إن هو يتأهل ويقدر إن هو ينتصر ويحصد الثلاث نقاط دي. محتاجين تركيز، محتاجين توزيع. طبعا انت الماتش الاولاني طبعا كل الفرق جايه معاها ان هي الارجنتين، وخسرت اول ماتش وهتاخد كاس العالم. بس لا، الاداء بيبان انت رايح فين. فطبعا في امل طبعا كبير جدا منتخب الجزائر. بالنسبة لمنتخب مصر، منتخب مصر فاجئنا بصراحة، فاجئنا ان هو في الشوط الاول ادى اداء كويس، اداء ممتاز. كان في هجوم، في شراسة، كان في استحواذ على الكورة. بس انت في النهاية بتلاقي انه الفرقة مفيش روح، مفيش ضغط. فيتوريا بيخترع، يعني فيتوريا قعد 10 متوشة او قعد سنة ونص قبل كأس أفريقيا بيلعب بخطة 4-3-3، مثبت اللعيبة كل واحد ليه مكانه. بيجي أول ماتش المنتخب هو بيبقى عايز يخترع، ما تفهمش يعني هل هو محمد صلاح اللي بيطلب من المدربين ان هو يلعب من مركز 10؟ يعني هل محمد صلاح وهو صغير كان نفسه او حلمه ان هو يبقى ابو تريكة لما يكبر؟ فلما كبر مش عارف يعمل ده في ليفربول فبيجي يعمله هنا في مصر. يعني مش عارف هل هو صلاح اللي بيطلب ده من المدربين او المدرب اللي يطلب منه ان هو يلعب في مركز 10. صلاح لا يجيد اللعب في 10، ما عندوش المهارة. عنده السرعة والفنتات بس دي مش في قلب الملعب، ده لازم تبقى على الجناح. فاحنا بنخترع كورة. انت هنا بتبص على اللعيب مش في مكانه فمش بيأدي. انت لو بتلعب بلاي ستيشن وحطيت في بيس او فيفا لعيب مش في مكانه هتلاقيه مستوى اقل، ده طبيعي. فانت لعيب زي صلاح ليه انا اضيع اهم ميزة عنده، وان انا اقدر احطه على الجناح، اقدر استفيد بسرعته، اقدر استفيد بمهاراته، اقدر استفيد ان هو رجله العكسية، رجله جوه الملعب فبيقدر يعمل تسديدات. ليه اعمل كل ده واضيع كل ده بسبب ان انا عاوز احط صلاح في مركز 10، عايز افتي؟ طب ليه الفتي؟ تيجي تبص على خط الدفاع، حجازي تقيل جدا. طبعا ثنائية حجازي وعبد المنعم عكس ثنائية واللي بيلعبوا. عبد المنعم في النادي الأهلي بيلعب واقف مكانه، ياسر إبراهيم هو اللي بيضغط. في المنتخب العكس، عبد المنعم هو اللي بيضغط وحجازي واقف، بس حجازي بطيء محتاج سرعة. انا شايف ثنائيه ياسر ابراهيم وعبد المنعم افضل، مش عشان ياسر ابراهيم احسن من حجازي، عشان الثنائيه دي بقى لها فتره بتلعب مع بعض متاقلمين مع بعض. خط الوسط محتاج لعيب يقدر ينقل الكوره. مروان عاشور وامام عاشور ومروان عطيه، الاتنين دول جنب بعض سلاح فتاك، لازم تستفيد بينهم. ان انا ابدا اجرب والعب حد ما بيلعبش اصلا زي النني، حمدي فتحي اديله مهام غير المهام. يعني انا بطلب من حمدي فتحي انه يزيد، وفي نفس اللحظة بطلب من حمدي فتحي انه يرجع يدافع ويساعد حمدي. الموضوع صعب. طبعا كان في فتي كتير،
كان دي طبيعي النتيجة اللي احنا نطلع بيها، بل بالعكس منتخب موزمبيق هو اللي ضيع نقطة الانتصار. نتمنى ان هو ماتش مصر وغانا يبقى ماتش قوي، نقدر ان هو ينتصروا، نقدر ان احنا نتأهل. وكل فرقة ان كان مصر ان كان الجزائر او تونس عندهم الامل لحصد ال6 نقاط والتأهل في المباراتين اللي جايين. ننتهي بمنتخب المغرب. طبعا منتخب المغرب امتع واقنع وابدع، عمل كل اللي مطلوب منه. طبعا المنتخب المغربي رفع سقف الطموح، رفع سقف الطلبات اللي عليه بعد اللي حصل في كأس العالم. اللي شفناه هناك في كأس العالم كان معجزة كروية بمعنى الكلمة، انك تقدر تنتصر على المنتخب البرتغالي والاسباني والبلجيكي. يعني انت بتلعب اقوى فرق اوروبا بتقدر تتخطاها. وشفنا النهاردة ازاي الفرقة قدرت ان هي تنتصر بمباراة جميلة جدا، ازاي ان هي كانت مستحوذة على الملعب. فكرة المثلثات، عندك المثلث اللي معمول بين املاح وزياش واشرف حكيمي، مثلث جميل جدا. الزلزولي على الناحية التانية لعيب مهاري جدا في ال1 على 1. يوسف النصيري، فرقة سفيان مرابط قافل نص الملعب. يعني انا شايف سفيان مرابط شفت بيلعب النهاردة ازاي، ده في مانشستر يونايتد ما بيلعبش في مركز 6، ازاي ما هو ما يقفلش نص الملعب لو شايل نص الملعب لوحده. فرقة قوية جدا بقالها فترة بتلعب مع بعض، قدروا ان هو يتجانسوا. عجبني جدا تصريح ولادي الركراكي لما اتكلم عن مصر، او اتكلم قال انا ساعات بيجيلي ان انا عايز العب بطريقة لعب البرازيل في سان باولو، اللي هو اللعب الهجومي السكسي فوتبول، بس ده مش هيخليك تكسب بطولة كبيرة زي افريقيا. وضرب مثال بمصر، ان مصر مش بتلعب افضل كورة بس في نفس الوقت قدرت تحصل على 7 افريقيا، لان البطولات دي بتتكسب مش بتتلعب. وقال لك احنا عايزين نمشي على خطاه. طبعا تصريح قوي جدا جميل منه. ازاي تقدر تكسب بطولة؟ المنتخب المغربي كسكواد كأسامي كلاعيبة بصراحة فرقة أوروبية بتلعب فرقة أوروبية، فرقة منتخب بيلعب في أقوى فرق العالم، فهو هيوصل بعيد. بطلب منك بس لو وصلت معانا لهنا تدعم الفيديو بلايك. لو انت اول مرة تشوفني او ما اشتركتش في القناة اشترك معانا في القناة عشان يوصلك كل جديد. اتمنى لكم للفرق العربية الانتصار، اتمنى الانتصار لمصر قدام غانا وتقدر ان هي تطلع بنتيجة ايجابية. الجزائر تقدر ان هي تحصد ال3 نقاط. تونس قدام عقدتها مالي تقدر ان هي تنتصر وتتأهل للدور المقبل. والمنتخب المغربي يستمر على أدائه. وطبعا المنتخب الموريتاني لازم نتكلم عنه، نوجه له رسالة شكر. الفرقة بتعمل كل حاجة، الحظ مش محالفهم، مفيش توفيق. ممكن فرق الخبرة، الفرقة دي هتكتسب خبرات وهتقدر ان شاء الله تتأهل في المباريات القادمة. نتمنى لهم الانتصار. المنتخب الجزائري واقف على انتصار، ان شاء الله انتصار المنتخب الجزائري هيرجع له الثقة. تونس عند القدرة ان هي تكسب مالي، خبرات لاعبيها تقدر تسمح لها بده. والمنتخب المغربي هيستمر ان شاء الله على ادائه. منتخب مصر ننتظر منه الاداء الافضل، نشوفه قدام غانا الوجه الحقيقي لمنتخب مصر اللي بيظهر في المواقف الصعبة. لسه مفيش اي حاجة اتحسمت، احنا لسه في بداية البطولة. طبعا نتمنى الانتصار لفرقنا زي ما قلنا. متنساش الاشتراك واللايك للفيديو، واتمنى لكم مشاهدة ممتعة، واتمنى التوفيق للمنتخبات العربية. الى اللقاء في مباريات اخرى ان شاء الله.